ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. نعمل بقى النهاردة الفول المدمس بأسهل طريقة ممكن تتخيلوها. وطالع بصوا لونه جميل ازاي، ومزبت بقى زبدة يا نهار أبيض. بصوا دايب دوب، بصوا ما شاء الله دايب تحفة. بصوا كمان لونه جميل ازاي، وهفاجئكم كمان اقول لكم يعني مش حاطة فيه ايه يعني. بصوا لونه شكله جميل ازاي. طبعا كل ما بيقعد بيتقل، يعني المية بتاعته دي كمان بتتقل شوية. تحفة والله يا جماعة. عاملينه بقى ان شاء الله يعني بدون بقى ايه، بدون فول مدشوش، بدون رز، بدون عدس، ولا حاطين لون، ولا حاطين اي حاجة، ولا حاطين طماطم. وسمكه هيطلع معاكو تحفة، تقيل ما شاء الله، اللي هو يعني سمكه حلو. بصوا بقى كده انا طحنته في الخلاط بعد ما عملته. بص سمكه عامل ازاي. عايز خليه طبعا زي ما انت شفتيه كده في الاول خليه، بس احنا بنحبه يعني مطحون. فانا بعد ما عملته مسكته طحنته بالشكل ده، ضربته يعني في الخلاط. بصوا جميل ازاي وتقيل ما شاء الله، سمكه حلو قوي. هنجيب بقى الاول الفول ده، فول بلدي مسكناه نقعناه ليله كامله، يعني حطيت عليه ميه نقعته وصحيت يعني تاني يوم يعني، ورحت بقى ايه مصفيه مغيره بقى الميه من عليه وحطيته بقى في الحله بالشكل ده. جبنا بقى معانا هنا ليمونه، مسكناها غسلناها كويس جدا وحطيناها بقى عليه. انا هاخد بقى الحله بالفول بالليمون كده، هنحطها بقى على النار، لسه محطيناش ميه خالص. وغطيتها بالشكل ده. بص بقى بدأت تعرق، وانا معايا بقى هنا كده في اللحظة دي انا مليت الكاتل مية خليته يغلي. بص هو اصلا عمل بخار، انا ما حطيتش لسه ميه، كل ده ما حطيتش ميه. بدات كده في الوقت ده كده ان احط ميه، يعني بعد ما مليته بالظبط غلوتين وتلاقي الفول بدا يسخن كده معاكي، ابداي بقى حطي بتاع حوالي نص كوبايه ميه، ما تحطيش ميه كتير. احنا هنحط شويه ميه شويه بشويه. جبنا بقى هنا بتاع حوالي نص كيلو جزر، امسكيه قشريه وهنضربه بقى في الكبه بالشكل ده. ونخليه بقى، اقول لك هنحطه امتى، بس احنا بس جهزناه. بص بقى كده الفول عمل ازاي. كل ما يبدا يشرب الميه نحط له ميه كده بقى. الليمون خلاص، الليمونه فايدتها ايه، الليمونه هتحافظ اولا على اللون بتاعه، ما تخلوش يغمق، وفي نفس الوقت دي ماده حافظه. كل ما يشرب الميه بتاعته نبدا نحط، انا معليه خالص على النار على فكره، يعني تعلي النار خالص، نحط له شويه ميه صغيره، بس الميه اللي نحطها تبقى سخنه. وننزل بقى في الوقت ده على الجزر. بعد ما شلنا الليمونه تبداي بقى تحطي الجزر. بصوا هو عامل ازاي. زي ما قلت لك كل ما هو يشرب الميه بتاعته هنبدا نحط ميه تاني، بس الميه اللي هنحطها تكون ميه سخنه عشان ما تبطئش عمليه السوا بتاعته. بصوا لسه في ميه اهو، يعني انا مش هحط بقى تاني. اول بقى ما هيبدا يشرب الميه دي هبدا بقى احطه وغطيه بقى خالص، هغطي بقى الميه عليه. عارفه هو اصلا كده في اللحظه دي هتلاقي الفوله بدات تتعمل. هنا بقى جبنا معلقتين خل كده وهنحطهم، دي بردك بتحافظ على اللون بتاعه، ومش بتفرق خالص في الطعم، يعني مش بتبان فيه لا خالص. هنغطي بقى الفول بقى خلاص بالميه بالشكل ده، بس مش الميه كتير، يا دوبك هو الفول زي ما انت شايفاه كده يا دوبك باين. وبرضك بقى كده انا في اللحظه دي بقى وطيت بقى، وطي بقى وسيبي خالص مع نفسه. هيبدا بقى ما شاء الله. بصوا جميل جميل والله يا جماعه. هيبدا بقى ما شاء الله الفول بقى يبدا يتاكل كده وزي ما قلت لك كل ما بنعوز ميه بنزود شويه ميه، بس الميه تكون سخنه. انا باكد على المعلومه عشان المعلومه دي مهمه جدا، لان لو حطيتي ميه بارده بتبطئ عمليه السوا بتاعته. على نار بقى هاديه واعمليه. انا عملته في الحله من غير يا جماعه شياطه، من غير شياطه ومن غير اي حاجه، وما شاء الله طلع ما فيهوش اي حاجه، ولا شايط ولا لازق ولا اي حاجه. بس اهم حاجه تتابعيه كل 10 دقايق تقلبي من فوق لتحت. بصوا بقى كده تاني انا حطيت ميه زي ما قلت لكم، انا كل شويه هحط شويه ميه صغيرين حوالي نص كوبايه على حسب بردك ما هيعوز معاكي. الكميه دي انا عملت كيلو فول. كيلو فول حطيت له قد ايه جزر، حطيت له نص كيلو جزر. بصوا بقى كده ما شاء الله بدأ بقى الفول يستوي وبدأ يتقل والفول نفسها من جوه بدأت تتفتح، فمطلعه بقى لون جميل قوي. ولا هنحط زي ما قلت لكم، ولا هنحط بقى عدس ولا قوطه ولا فول مدشوش ولا رز ولا اي حاجه تقله. ما شاء الله هو تقيل طبيعي. يلا بقى اعملوا لايك ومتابعة القناه وفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا لونه جميل ما شاء الله. دي كده لسه برضك هي سليمه، يعني لسه ما اتهرتش قوي.
لو عندك بردك شياطة وعايزة تحطيها تحت الحلة، ربما تكون الحلة يعني صاجها خفيف او هي خفيفة شوية، حطيها، مش هتقولك لا. طب عندك قدرة حطي بردك طبعا بالقدرة، بس اللي ما عندوش قدرة خلاص اعملي في الحلة. وبصي لون الفول اصلا عامل ازاي، ده فول بلدي. كل 10 دقايق كده ابدأي قلبيه، كل 10 دقايق ابدأي قلبيه، كل ما يبدأ يعوز معاكي ميه حطي نص كوبايه، بس اهم حاجه زي ما قلتلك تكون الميه سخنه. بصوا ما شاء الله لونه جميل ازاي. كده بقى خلاص انا طفيت عليه بتاع حوالي 4 ساعات كده، بس موطيه على عين هاديه خالص. بص بقى، مسكته بقى بعد ما خلاص استوى، مسكته بقى طحنته في الخلاط بالشكل ده وعبيته. ما شاء الله عمل معايا اكياس كتير. عايزه اقول لكم ما شاء الله الكيس ده متهيألي اجيبوه بره ب10 جنيه، تحفه جدا.